قالوا زمان الجود من الجدود ماشي من الغنى والموجود، واليوم احنا معنا جوج فعود. نبدا بالاول والثاني نعود. الاول اقتصادي وبثمن قليل، لذيذ ومحبوب من جيل لجيل، في البنه والشبعه ما ليه مثيل، هو طاجين البوزروق بيل. اذا بسم الله على بركه الله، سيداتي سادتي تبعوا معنا الوصفه ديال اليوم، بوزروق بيل بلا صوص طوماط هائل. غادي نشعلوا المقله ديالنا من بعد ما سخنات. سيداتي سادتي غادي نديروا فيها شويه ديال زيت الزيتون، ونوجدوا البوزروق ديالنا باش نشحروه واحد شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبور، شويه ديال البزار. غادي نديروا صلصه الطماطم كتعسل وكتعطي واحد اللون هائل، وكنختموها بواحد شويه ديال المطيشه ديال الحك، واحد المعلقه لا باس بها، عصير ديال نص حامضه معصره، شويه ديال الزيت دو سيترون. من بعد ما طابلينا بوزروق بيل ديالنا غنخليوه يرتاح، وغادي نرجعوا للوصفه ديالنا الثانيه. وكيف ما كيقول المثل الصايم على الخبز الدايم، وهذه المره غادي تفطروا على شهيوه محبوبه الجماهير، مذاقها يخليك تبهر وتحير. هاد الوصفه اللي هي الزعلوك المغربي. هاد الزعلوك كيشبه ليا شخصيا، كيتعاشر مع كلشي، اللي معروف على الزعلوك كيطيب غير بالدنجال فقط، ولكن هاد المره عمي الدنجال مع رمضان وشهر الكرم والخير والسخاوه والتيسير والحب والقلب الكبير، عرض على مادمازيل القرعه الخضراء. واخا خضراء صبر الهباله، حيت هي قصه عشق ماشي وصفه فقط. داكشي علاش شكلوا لينا ثنائي رائع في طبق مغربي مشهور اللي هو الزعلوك المغربي. تبعوا معنا الوصفه غادي نصوبها لكم دابا. دابا غادي نديروا المقله ديالنا تسخن، الدنجال والقرعه من بعد ما نقيناهم وقطعناهم طريفات صغار، قليناهم واحد شويه في الزيت، ولا نقدروا ندخلوهم حتى الفران يتحمروا ويتبرونزاو باش ياخذوا واحد اللون زوين. سيداتي انساتي سادتي كنحضروا عمي المهراز ثانيا وثالثا ورابعا. غادي نحتاجوا شويه ديال المعدنوس، واحد شويه ديال الثومه، وغادي نتبلوه بالملحه والبزار، جوج معالق صغار ديال الكمون، وغادي نديروا لاله مولاتي التحميره. غادي نديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون، واحد شويه ديال الخل، غادي نزيدوا عليها معلقه من مطيشه ديال الحك، وغادي نقادوا الشموله ديالنا، ونديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون باش نقليو الدنجال، وغادي نزيدوا عليه مادمازيل القرعه. من بعد ما تشحر لينا الزعلوك والقرعه غادي نزيدوا عليه الشرموله ديالنا، وكنبداو نحركوا في هذا الخليط. كنزيدوا طوماط. بعد ما تشحرات لينا مزيان كنبداو نمعكوا في هذاك الدنجال وهذيك القرعه باش يتجانسوا واحد شويه. كنبقاو نمعكوا فيه حتى كنحصلوا على الزعليكه دايزها الكلام. انا بعدا شخصيا كيجيني الزعلوك بحال شي شخص محترم، فين ما مشى كيدير بلاصتو، وسط شليضات ولا في شي طبله زاهيه ولا خضرتي به اكملات الباهيه. من بعد ما طاب لينا الزعلوك ديالنا كنطفيو عليه وكناخذوا واحد شويه ديال الزيت ديال الحامض، من بعد ما وجدوا الشهيوات ديالنا غادي نختموها بزيت اركان. وهذا مكان وتحيه لكاع سواسه في كل مكان. ايوا سيادنا بصحه فطوركم، كان معكم الشيف سيمو كيف القاعده. تسناونا في احلى رمضان وشهيوات جديده.